طيب خليني اقول كده ايه كلمتين واجري على الله، واللي يزعل يزعل. انا بقول كلام واقعي من على ارض الواقع، فبلاش ايه فزلكه. طيب اللي انا عايزه اقوله ايه بقى؟ الراجل الغني، خلينا نتكلم عن الراجل الغني اللي هو الثري، مش الراجل اللي جاب عربيه فايه فانبسط يعني. الراجل ده مش هيتحمل قوي اللي هيتحمله معاكي راجل متوسط او فوق متوسط. يعني ايه؟ يعني الراجل ده مش هيتقبل معاكي قوي تقلباتك المزاجيه. الراجل ده خناقك الكتير مش هيستوعبه. الراجل ده تخنك ورفعك ومشاكلك وسليولايتك والحاجات دي كلها تكون مزعجه بالنسبه له، وغير ناس تانيه. الراجل ده كمان خلقه ضيق شويتين. الراجل ده يعني اي مشكله كانت بتواجهه كان بيحلها بالفلوس. تمام؟ يعني هو لو تخين خس، بيروح احلى جيم، بياكل احلى اكل، البنات حواليه قد كده، بيركن العربيه فمليون بنت بتشوف العربيه وتقول واو. في بنات كتير جدا حواليه نفسها تعيش معاه وتحقق له امانيه، ويدعك المصباح يطلعوا له. فمش هيصبر زي ما انت فاهمه، ومش هيديكي الحب والذوبان اللي انت نفسك فيه. فده بس وجب التنويه لو انت من البنات اللي بتدور على الراجل الثري، ان ده هيكون وضعك. لازم تكوني الست اللي تقدر تقدم العقل ده والراحة النفسية دي. طيب في بعد كده بقى ايه؟ شخصية واخلاق وطموح. الثلاثة دول لازم يكونوا موجودين. لو هو ربنا كرمه بس مش طموح هيقع على طول قلبه وقومة. الاخلاق والشخصية، لا اقعدي في بيت امك وابوكي احسن لو مش هتلاقيهم. يعني مفيش حاجه اسمها ان انا اتجوز راجل ما عندوش اخلاق ولا شخصيه، ما عندوش ضمير، ما بيتعاملش مع اللي اقل منه احسن يمكن من اللي احسن منه، مش متواضع، ما عندوش مبادئ، ما عندوش مشكله انه يجي على بنات الناس، عنده مبدأ الاخلاص ده مش مهم، عنده حته انا ومن بعد الطوفان، انانيه مفرطه، عنده حته استحقاق غير مبرره، بيكذب، بيخون، بيهين، بيحور حياته كلها عبارة عن ازاي يكسب ده ويقول لده على ده. ما بيحترمش اهله، ملوش خير فيهم، ملوش خير في صحابه. كل ده اشياء لا يمكن الاستغناء عنها. والله لو ايه، والله لو الراجل ده مين. فانت لازم تأمني الاول على الشخصية والاخلاق، بعد كده بقى انت واختياراتك. عايزة راجل ما عندكيش مشكلة تبدأي معاه من الاول، خلاص. عايزة راجل طموح، عايزة راجل طموح وفي النص، براحتك.